والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم جميعا كل باسمه وجميل واسمه. إلى جميع السيدات والسادة الحضور كل باسمه وجميل واسمه، إلى كافة الأطقم العاملة بمتوسطة سعد بن أبي وقاص، إلى أفراد عائلة مدير المتوسطة الفقيد معروف الطيب رحمه الله، باسم الخاص وأصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الشعب البلدي لبلدية عين خضراء وكل موظفي وعمال البلدية، نجدد لكم التعازي شاهدين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته. نسوق إليكم جميعا سلاما يملأ الحزن والأسى على روح فقيدنا الذي ستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا إلى الأبد. وبعد، فإني لا أملك من الكلمات ما أواسي به نفسي وأواسيكم به، لأن المصاب جلل والحزن عميق، لكنني أؤكد لكم أن مشاركتنا في هذه الوقفة التأبينية ليست سوى محاولة متواضعة منا للاعتراف والانحناء بخضوع وشرف أمام روح أستاذنا المغفور له بإذن الله تعالى الطيب معروف رحمة الله عليه، وأمام عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة داخل المتوسطة وجماعة التربوية ككل. إني أذرف دموع الفخر والاعتزاز بهذا الرجل الفاضل الذي كان له من اسمه نصيب كبير، كيف لا ونحن من عرفناه عن قرب كتلاميذ كما عرفه كثيرون منكم ممن تتلمذوا على يديه أو زملوه في العمل، فهو بطل مجاهد حمل على كتفيه سلاح العمل وتبليغ رسالة العلم أستاذا ومديرا. الحق أقول لكم، كيف لنا أن نرد الجميل لمن كان صديقا ومحبا وخدوما للجميع؟ كيف نرد الجميل لمن عاد لهذه المؤسسة بوصلتها وتوهجها؟ فقد كان رحمه الله قائدا حقيقيا وقدوة ومثالا يحتذي به الجميع. لقد كان رمزا للصبر والأمل ومصباحا أضاء الطريق أمام كل عمال المتوسطة ونحن من الشاهدين. كيف لا هو الذي كان شغله الشاغل السهر على كل ما تحتاجه هذه المؤسسة إلى آخر يوم من حياته رحمه الله. لقد حمل على عاتقه مهمة ثقيلة جدا وأنجزها بإخلاص حتى أتاه الله اليقين وانطفأت شمعته وهو على درب الصمود، وكله حيرة على توفير أفضل الظروف لأبنائنا التلاميذ من أجل تحقيق أفضل النتائج، وهو ما نتمناه إن شاء الله. صعدت روحك إلى بارئها يا أستاذي، وتركت وراءك عيونا باكية وقلوبا حزينة من أهلها في البيت وأهلها من أفراد قطاع التربية بناة الأجيال. إلى هؤلاء جميعا أبعث سلاما كبيرا وتحية إكبار وإجلال لما قدموه ولا زالوا يقدمونه تحت قيادة الراحل، ولا زالوا على عهده يعملون ويكيدون إن شاء الله. في الختام أقول وداعا أيها الرجل الطيب، وداعا أيها القائد البطل، وداعا أيها الأستاذ الكريم، وأيها الأب الحنون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.